السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ ورجعنا لكم النهارده بفيديو جديد على قناه برنجليه. والنهارده مع الحلقه الثالثه او الرابعه تقريبا، مش فاكر، في حدث كاس العالم. هنفتح معاكم باكجات تاني في حدث كاس العالم. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، المره اللي فاتت في الحلقه اللي فاتت ما شاء الله فجرنا الحظ، طلع لنا لاعب زائد 118، وطلع لنا قبليه لاعب برضه في الباكه اللي قبلها على طول لاعب زائد 117. فجمعنا النهارده 11000 جوهره وشويه، هنفتح بيهم باكجات في حدث كاس العالم الثاني اللي نازل فيه فرديناند ال 120. يلا بينا كده نفتح معاكم اللعبة ونشوف فرديناند ضمن البطل اف سي رسميا، وحاطين الشارة في الصورة بتاعت الفريق زي ما انتم شايفين كده. ندخل على الديفيجن، بقينا بطل اف سي في الهجوم التنافسي وجها لوجه. قريب جدا جدا، مش بعيد الحلقة الجاية تلاقوني وصلت لبطل اف سي. ان شاء الله هنوصل لبطل اف سي قريب جدا. يلا بقى هنا كده معانا 11100 جوهرة. لو كان نخش على التعاقدات ما عندناش اي لعيبه او اي حاجه، لا. تعالوا بقى كده سحب الفئه بي من المنتخب الوطني فرديناند. يلا بينا كده نضغط على فرديناند 3 مرات كده كانها جليتش او اي حاجه كده، يا رب يطلع لنا حد عدل. وادي اول باكج، مطلعش حد. تاني باكج، مطلعش حد. تالت باكج، برضه مطلعش حد. في الباكجات كلها مطلعش اي حد. طب تعالوا بقى نحطهم، يعني فتحنا 3 باكجات ورا بعض ما طلعلناش حد خالص. تعالوا بقى نحطهم في التعاقدات، لان ال3 لعيبه مش حلوين. منتخب قطر اصلا يعني منتخب عادي خالص، ب450 من التعاقدات. فتحنا معاكم 3 باكجات كنا نأمل في تفجير الحظ ولكن ما حصلش. تعالوا كده لو نعرف نجيب من المتجر قسيمة، في قسيمة اهو، قسيمة ب2000 جوهرة. وده هيبقى الأمل بتاعنا في الباكج، هيبقى الأمل الوحيد. يا رب يا رب نضغط بقى على فرديناند مرة، اللاعب ده مرة، لاعب بس يكون اوفر زيادة شوية، يعني مثلا 117 118 زي المرة اللي فاتت كده. على فكرة كوبل لاعب اندر ريتد جدا في اللعبة، لاعب اندر ريتد جدا في اللعبة وكويس مش وحش. ويلا بينا فتحنا الباكج، برضه مطلعلناش حد. طلعنا جي كي بس مش كوبل، لاعب 112، وحش جدا. الحظ النهاردة مش معانا خالص، مع اننا جبنا قسيمة بال2000 اللي كانوا معانا، ما طلعناش حد قوي. تعالوا بقى نوريكم الفريق ايه اللي حصل فيه. بقى ب28 مليار، قربنا نوصله للفريق الاول بتاعنا ده الحساب التاني. ومعانا 3 شارات اهمت زي ما انتم شايفين. جبنا اللاعب دوت بدل رافينيا، لان رافينيا كان متطور قرب الماكس وكان 118، الماكس بتاعه 119، لكن اللاعب ده الماكس بتاعه 121. فجبناه يعني لغاية لما ان شاء الله نجيب مثلا امبابي، ممكن نجيب امبابي، نجيب ديمبلي، نوقفهم في المركز ده يعني. اما نجيب اللعيبة دي وصلنا للمستوى ال34 زي ما انتم شايفين، 66 انتصار ووصلنا لبطل اف سي زي ما انتم شايفين. تعالوا بقى هنا يا جماعة كده ندخل، مفيش اي حاجة نقدر نعملها، يعني هم دول بس الباكجات اللي احنا فتحناها، ال4 باكجات اللي احنا فتحناها. حتى الجولة العالمية خدنا ال500 ترقية تصنيف، نسيت اقول لكم بس خدناهم. تعالوا هنا ندخل على التدريب اليومي، فاضل لنا اخر حاجة هو الماتش، ونكسب اي حاجة من دول. تعالوا نلعب الماتش ده، ماتش كويس. احنا 120، الفرقة اللي قدامنا معرفش تبقى كام. اهم حاجة ان احنا نكسب الماتش، هنكسبه. نلعب معاكم الماتش ده يا جماعة ونشوف ايه اللي يلا بينا بقى كده نشوف هنكسب ايه من المباراة. عايش يا جماعة ان الميسيو كان وجالنا استرداد هنا، يا رب يجيلنا حاجة حلوة. ما جالناش حاجة، جالنا 10000 قطعة نقدية، يعني حظ فيفا ده حتى وحش في الحاجات دي، حاجة تقرف بصراحة. جالنا جواهر، حلو والله، 1000 جوهر حلو جدا. احنا اصلا محتاجين الجواهر ديت في حاجات تانية كتير. تعالوا بقى نفتح بالمية اللي جولنا دول. يا رب يا رب ترقية التصنيف حتى لو 50 مش مشكلة.
جالي 50,000 قطعة. يا جماعة أنا أصلا ما بستخدمش القطع النقدية، هنستخدمه هنعمل بيهم إيه؟ الحاجتين وحشين، الحاجتين وحشين، بس جالنا 1000 جوهرة. دي الحاجة الحلوة اللي في الموضوع، 1000 جوهرة كويس جدا. يلا بقى بينا يا جماعة نلعب معاكم ماتش وننهي معاكم الحلقة. احنا كده فتحنا معاكم باكجات ولكن ما طلعناش حد، بس مش مشكلة، حاولنا نفجر الباكجات برضو. تعالوا بقى هنا نلعب في الديفيجن معاكم ماتش في وجها 118 كويس جدا. ما فريق الخصم 124. تم الدغدغة بنجاح، لو ما خسرناش المرة دي أكتر من 5 يبقى احنا أساطير. يا رب بس نعرف ندافع قدامهم كده برضو. بجد روبن نيفيز ربنا ينتقم منه. يلا بينا. بالله لو كان بس شاب بيست يشوطها كانت هتيجي جون. ال 11 لاعب واقفين لي في الكرة. ال 11 لاعب واقفين في الكرة حرفيا. ديمبلي يا جدعان عنده اللعيبة الأساطير كلها. وادي لسعنا الجون التالي. لا الحمد لله خدناها منه. يا رب أنا كده ممكن نرجع. معلش يا جماعه ان انا قطعت عليكم الماتش، ولكن ما عرفتش اجيب جون، وهو برضو ما عرفش يجيب غير الجون اللي هو جابه، فخسرنا 1-0 بس. ومعلش برضو على الجوده، انا عرفت ازاي هعدلها، وباذن الله الفيديو الجاي هتبقى جودته كويسه. وبس كده كده نكون خلصنا معاكم الحلقه. هو ما عرفش يجيب غير 1-0 طول الماتش، وفضلنا على كده طول الماتش. فعشان ما اطولش عليكم بس كده متنسوش تحطوا لايك وشو سبسكرايب عشان نوصل ل 30,000 قريب جدا. بس كده سلام.